السلام عليكم. فيديو القائمة الكاملة للمسلسلات الرمضانية اليمنية في عام 2023. وقبل ما نبدأ في القائمة لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة وتفعيل زر الإشعارات ليصلكم كل جديد. تجدون رابط جميع المسلسلات التي سنتحدث عنها في هذا الفيديو تحت في الوصف. وخلونا نبدأ في القائمة. المسلسل الأول مسلسل أرزاق. المسلسل كوميدي يعبر عن تقلبات أوضاع الشباب اليمني عبر قصة شاب ثري ومدلل يرث أملاك والده ويجب عليه استردادها خلال 100 يوم فقط عن طريق سيناريو كوميدي للمسلسل. المسلسل من بطولة الفنان الكوميدي فهد القرني، وأيضا الفنان الكوميدي صلاح الوافي، والفنان حسن الجماعي، وأيضا الفنانة شيماء محمد، والفنان الكوميدي سمير قحطان، والفنانة نوال عاطف، وغيرهم الكثير من النجوم. والمسلسل تم تصويره في الأردن، وهو من إخراج المخرج كارو أراراد، وسيعرض على قناة يمن شباب. المسلسل الثاني مسلسل خارج التغطية، عبارة عن أحداث لا يتوقعها المشاهد خلال 30 حلقة بطريقة متسلسلة، ويتحدث عن أحداث مختلفة ما بين تاريخي وأكشن هندي وكوميدي وأيضا رعب. والمسلسل يجمع العديد من نجوم الكوميديا، منهم الفنان المتألق صلاح الوافي، وأيضا الفنان عصام القديمي، والفنان توفيق المأخذي، والفنان حسن الجماعي، وأيضا الفنانة أمل إسماعيل، والفنان عبد السحولي، وأيضا الفنان محمد نعمان، غيرهم الكثير من النجوم. والمسلسل تم تصويره في محافظة تعز، وهو من كتابة وإخراج المخرج المتألق محمد فاروق الغصيني، وسيعرض المسلسل على قناة السعيدة. المسلسل الثالث مسلسل سر الغراب بديل باقة ورد، وهو مسلسل درامي أكشن يضم العديد من نجوم الدراما والأكشن الذين شاركوا في مسلسل باقة ورد، وهم بطولة الفنان نبيل حزام، وأيضا الفنان محمود خليل، والفنان يحيى إبراهيم، وأيضا من بطولة الفنان عبد الله يحيى إبراهيم، والفنان نزار السنفاني، والفنان محمد المتوكل، وأيضا الفنان عبد الله السخي، واليوتيوبر أنور الشرفي، وغيرهم الكثير من نجوم الدراما اليمنية. والمسلسل من إخراج هيثم سلامة، وسيعرض المسلسل على قناة اليمن الفضائية. المسلسل الرابع مسلسل العالية. تدور أحداث المسلسل حول قصة حب عفيفة تتحول إلى صراع ومطامع اجتماعية. والمسلسل من بطولة الفنان الكوميدي عامر البوصي، وأيضا الفنان قاسم عمر، والفنانة منى الأصبحي، وأيضا الفنانة أشواق علي، والفنانة رويدة ربيع، والفنان نوفل البعداني، والفنان مروان المخلافي، وغيرهم الكثير من النجوم. والمسلسل تم تصويره في التربة في تعز، وهو من إخراج المخرج وليد العلفي، وسيعرض على قناة يمن شباب. المسلسل الخامس مسلسل اسكت لي اسكت لك. كما عودتنا قناة الهوية في الأعوام السابقة بعرض مسلسلات رمضانية كوميدية تعالج العديد من القضايا، في هذا العام ستعرض المسلسل اسكت لي اسكت لك من بطولة الفنان يحيى سهيل، وأيضا الفنان محمود خليل، والفنانة منى علي، والفنان سواد الكينعي، والفنان أحمد محمد المعمري، والفنان علي العزاني، وغيرهم الكثير من النجوم. والمسلسل سيعرض على قناة الهوية. المسلسل السادس مسلسل ماء الذهب، الذي تم تصويره في العام الماضي، ولكن بسبب عدم الاتفاق مع أي قناة يمنية لعرض المسلسل تم تأجيل عرضه إلى هذا العام. والمسلسل تاريخي يتحدث عن الكنوز المدفونة وعن قصص رعب. والمسلسل من بطولة الفنان نبيل حزام، والفنان يحيى إبراهيم،
والفنان عبد الله يحيى إبراهيم، والفنان خليل محمود، وأيضا الفنان محمد أبلان، والفنانة أمل إسماعيل. والمسلسل تم تصويره في محافظة إب وأيضا محافظة صنعاء، ومن إنتاج دوت نوشن، وإخراج هاشم الهاشم، وكتابة يسرى عباس. وإلى الآن لم يتم التصريح عن القناة الناقلة للمسلسل. المسلسل السابع مسلسل دكان جميلة، مسلسل درامي كوميدي بديل مسلسل عيال المرحوم. مسلسل دكان جميلة من كتابة الكاتب محمد صالح الحبيشي، كاتب مسلسل مع ورور، وأيضا كاتب عيني عينك وكيني ميني وغيره. والمسلسل من بطولة ألمع نجوم الكوميديا، منهم الفنان الكوميدي محمد قحطان، وأيضا الفنانة سالي حمادة، والفنان نبيل الآنسي، والفنانة منال المليكي، وأيضا الفنان خالد البحري، والفنانة نجيبة عبد الله، والفنانة هدي المانع، والفنان توفيق الأضرعي، والفنانة غيداء جمال، والفنان محمد أبلان، والفنانة مروة خالد، والفنان بكار باشراحبيل، والفنان صالح الأسمر، وغيرهم الكثير من النجوم. والمسلسل من إنتاج شركة النبيل، ومن إخراج المخرج المصري معتز حسام، وسيعرض على قناة المهرية الفضائية. المسلسل الثامن مسلسل حافة نار، وهو مسلسل كوميدي درامي عدني يعالج العديد من القضايا الاجتماعية، ويضم ألمع نجوم الكوميديا العدنية، منهم الفنان ناصر عيدروس العنبري، والفنان علي حميد، والفنان قاسم رشاد، وغيرهم الكثير من النجوم. من إخراج علي حزام، وسيعرض على قناة الغد المشرق. المسلسل التاسع مسلسل القريب بعيد، كما عودتنا مؤسسة الإمام الهادي وقناة المسيرة الفضائية خلال الأعوام السابقة بعرض مسلسلات قوية جدا، منها مسلسل بعد الغياب، وأيضا مسلسل قلوب مقفلة، ومسلسل أبواب صنعاء في العام الماضي. في هذا العام تقوم مؤسسة الإمام الهادي بإنتاج مسلسل درامي كوميدي يعالج قضايا المجتمع، والمسلسل يضم العديد من نجوم الدراما والكوميديا اليمنية الذين شاركوا في العام الماضي في مسلسل أبواب صنعاء، وأيضا مسلسل تكتيك، منهم الفنان عبد الرحمن الجوبي، وأيضا الفنان أسعد الكامل، والفنان أنيس العنسي، والفنان طارق السفياني، وأيضا الفنان الكوميدي عبد الناصر العراسي، والفنان إبراهيم الأشموري، وأيضا الفنان إبراهيم شرف، والفنان معاذ البزاز، وأيضا الفنان صالح المطري، وغيرهم العديد من النجوم الذين شاركوا في مسلسل أبواب صنعاء ومسلسل تكتيك. والمسلسل من إخراج المخرج المتميز عبد الرحمن دلاق، وسيعرض على قناة المسيرة، وأيضا على قناة العرض الأول في اليوتيوب. المسلسل العاشر مسلسل أونلاين من كتابة أمين المطري، وبطولة النجم سمير قحطان، وأيضا الفنانة راغد المالكي، والفنانة شيماء محمد، وأيضا الفنان مبروك متاش، وأيضا الفنان هديل أبو أصيل، والفنان محمد الهتار، وأيضا الفنان أكرم مختار. والمسلسل من إخراج سيف الوافي، وسيعرض على قناة الغد المشرق. إن شاء الله سنتحدث أكثر حول المسلسلات والبرامج الرمضانية اليمنية لعام 2023 وأوقات عرضها في الفيديوهات القادمة، فلا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة وتفعيل زر الإشعارات ليصلكم كل جديد، وألقاكم بإذن الله في فيديو قادم.